العلاقات الفرنسية المغربية تتعقد. المغرب أنهى مؤخرا مهام سفيره في باريس محمد بن شعبون. القرار يمثل آخر فصل من فصول توتر صامت بين البلدين. سبقه تبني الاتحاد الأوروبي قرارا يطالب المملكة المغربية باحترام حرية التعبير والصحافة. تتهم رباط باريس بالوقوف خلف الجهود الأوروبية لإدانة المملكة. إذا عدنا إلى الوراء سنجد ملفات أخرى متراكمة. يطالب المملكة المغربية باحترام حرية التعبير والصحافة. تتهم رباط باريس بالوقوف خلف الجهود الأوروبية لإدانة المملكة. إذا عدنا إلى الوراء سنجد ملفات أخرى متراكمة سببت الأزمة من الصحراء إلى عرقلة باريس منح التأشيرات والتقارب مع الجزائر. لكن حتى هذه الأخيرة يبدو أنها دخلت نفقا مظلما، فشهر العسل الجزائري الفرنسي يتعثر بسبب تهريب معارضة جزائرية إلى فرنسا، ما دفع الجزائر هي الأخرى إلى سحب سفيرها هناك من أجل التشاور. ماكرون لن يحل ضيفا قريبا على الرباط، وسفير الأخير في فرنسا أنهيت مهامه بأمر ملكي مغربي. حلقة جديدة في بوادر أزمة قد تشتد بين المغرب وفرنسا، بوادر بلغت ذروتها في حملة إعلامية شرسة مناهضة لفرنسا شنها الإعلام المغربي بعد اتهامات مغربية لفرنسا بالوقوف وراء توصية للبرلمان الأوروبي تنتقد أوضاع الصحافة في المملكة وعدم احترامها لحرية التعبير والإعلام، ليعلن المغرب إنهاء مهام السفير محمد بن شعبون بعد 4 أشهر فقط من تعيينه في المنصب. قرار وفق مصادر مغربية سرى مفعوله منذ 19 من يناير الماضي، وهو اليوم الذي أصدر فيه البرلمان الأوروبي توصيته بإدانة المغرب. لكن الأزمة الصامتة لم تنتهي عند هذا الحد، فبإعفاء مهام السفير المغربي يرى المراقبون بداية تصعيد بين باريس والرباط، تصعيد سيكون على جبهات كثيرة، اقتصادية تخص ملف الطاقة، وسياسية تخص ملف الصحراء، ملفات تعتبر مصيرية، خصوصا وأن توقيت الأزمة لم يأتي صدفة، بل جاء تزامنا مع تقارب جزائري فرنسي سيتوجه الرئيس عبد المجيد تبون بزيارة إلى قصر أليزيه الجمهوري في باريس. قلب الطاولة، جملة تصدرت عناوين الصحف الفرنسية التي ركزت على العلاقة الفرنسية المتنامية بالجزائر على حساب حليفها التاريخي المغرب، في مفارقة واضحة مع سياسة باريس قبل عام تجاه الجزائر بعد رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للجزائر. لكن منذ ذلك الحين سعت فرنسا بشغف لإعادة تقاربها معها. منذ مدة والعلاقة متوترة إلى حد ما بين فرنسا والمغرب، لكن كيف تراكمت ووصلت إلى هذه المرحلة التي نراها اليوم برأيك؟ أهلا وسهلا بك وبضيوفك. أنا أعتقد أن المسألة كلها الجواب عليها يأتي من سلوك السياسي الخارجي الفرنسي الذي بدأ يفقد دوره وتوهجه منذ العام 2011 وما بعد ذلك، ترتيبا على الخسائر الفادحة التي منيت بها السياسة الخارجية الفرنسية في إفريقيا بافتعالها لمشكلة الساحل والصحراء من بوابة إقدامها بطريقة يعني خارج حتى القرار مجلس الأمن على إسقاط نظام القذافي بتلك الطريقة، وبالتالي بزوغ مشكلة الساحل والصحراء منذ العام 2012، تأسيسها لعملية برخان، فشلها لاحقا، ثم افتعالها لمشكلة أخرى هي مشكلة شمال إفريقيا. ومشكلة شمال إفريقيا الآن الوجه البارز فيها هو سلوكات الدولة والنظام الجزائري بالطريقة التي جعلت فرنسا بعد كل فشلها في إفريقيا وطردها من مالي من بوركينا فاسو من أماكن أخرى، بل وحتى شطحاتها الآن في الشرق الأوسط، يعني لقاءات ماكرون مع أمير عبد اللهيان وزير الخارجية الإيراني، أيضا قفزها على الموضوع العراقي الذي لا تملك فيها أي ورقة. بالتالي تخبطات تلو التخبطات التي تؤكد أن فرنسا تعيش مرحلة أفول عوامل أو أسباب النفوذ في منطقة القارة الإفريقية التي هي بيئتها الحيوية، وأيضا مسؤوليتها عن مشكلة شمال إفريقيا. يعني نلاحظ أنه منذ أن تزايدت العلاقات بين المغرب والجزائر في الفترة الأخيرة بعد يعني أن أغمضت السلطات المرادية أعينها عن كل الإهانات التي وقع دكتور، الموضوع جدا كبير، لكن أريد جملة سريعة منك. ما الشعلة التي قسمت ظهر البعير فيما يخص المغرب والجزائر الآن، المغرب وفرنسا عفوا؟
المغرب وفرنسا في الحقيقة يعني المشكل الأساسي فيه هو يعني مجموعة من المناورات التي تقوم بها فرنسا على مستوى الداخل الفرنسي وعلى مستوى أوروبا المتعلقة بمناكفة المغرب في شؤونه الداخلية، لا بتحريض فيما يتعلق بتحريض أوساط أوروبية على تهجم على المغرب، أو فيما يتعلق بأيضا إعلامها الذي يعني يحول مسألة الحرية التعبير كآلهة التمر عند الجاهلية يصلي له ويأكله متى ما شاء، أو أيضا فيما يتعلق ببعض المناورات الأخرى المتعلقة بدفعها لبعض النخب، وأيضا حتى القرار الجزائري. لا يمكن أن ننكر كل ما يحدث الآن من سحابة أو من خلاف يبدو جزائري فرنسي هو في الحقيقة مجرد درامات في العيون. الجزائر تملك أو القرار الفرنسي أو القرار الجزائري وقرار فرنسي بطريقة أو بأخرى من بوابة علاقة النخب العسكري الجزائري بفرنسا. نعم. أنت وغيرك يربطون دوما ما يجري بملفات فرنسية متشعبة من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، لكن فرنسا تقول وبكل بساطة هناك مسائل حقوق الإنسان حتى وإن كانت لدينا علاقة مع المغرب لا نستطيع أن نتغاضى عنها، يعني مطلب مشروع وفق وجهة نظرهم. ما رأيك؟ لا، هو في الحقيقة يعني لو كانت فرنسا تقول نفس الشيء عن ما يحدث للمهاجرين الأفارقة في الشواطئ الأوروبية، لو فعلت نفس الشيء يعني مع من الضحايا أو الاعتقالات والتعسفات والقمع الذي قامت به مع أصحاب البدلات الصفر، لو فعلت نفس الشيء حينما قامت يعني بمحنة كبيرة في اتجاه يعني مفكرين أو فنانين فرنسيين، نتكلم عن روجي غارودي أو ديودوني الكوميدي، حينما يتعلق الأمر بقضايا حقوق إنسان حصلت يعني كوارث في حقوق اللاجئين السوريين، لم نشهد يوما لا الإعلام الفرنسي ولا الفرنسيين يتفاعلون مع هذه الملفات. أيضا أكثر من ذلك حينما يتعلق الأمر أيضا بملفات حقوقية في بلدان أخرى، مشكلة رواندا يعني الآن مثلا فرنسا وبلجيكا التي يتكلم عنها الأستاذ الكريم من فرنسا، فرنسا وبلجيكا متواطئتان في موضوع يعني تصفية يعني أو تصفية عرقية في رواندا، متواطئتان معا. يعني لماذا لا تنتبه إلى أن هناك تواطؤ فيما يتعلق بين فرنسا وبلجيكا في ملفات سيئة جدا؟ يعني موضوع التوتسي في رواندا الآن معروض أمام يعني العدالة الدولية ومعروض الآن أمام أنظار الإنسانية بأكملها. فيما يتعلق بموضوع العراق يا أخي الكريم، يعني فرنسا التي فشلت في مالي التي هي بيئتها يعني الحاضنة وهي مكانها وهي بيئتها الحيوية، تريد أن تقنعني أنها هي التي قاومت داعش في العراق؟ من أكثر يعني المهاجرين الذين ذهبوا إلى سوريا ذهبوا من فرنسا نفسها، آلاف المهاجرين ذهبوا من فرنسا إلى بؤر التوتر في سوريا وفي العراق. يعني هذا كلام سطحي فيه يعني من المنطق الممجوج. لا يمكن أن تقنعني بأن فرنسا تكيل بنفس المكيال في مواضيع حقوق الإنسان أو الأمن أو في العلاقات بشمال إفريقيا. الثابت في كل هذا هو أنه فرنسا مسؤولة عن مشكلة شمال إفريقيا في شق أساسي متعلق منها بسلوكات نظام الجزائر. نظام الجزائر يعني إلى الآن ما يزال مرتبطا بشكل بنيوي وبشكل ديموغرافي بشكل مصلحي بفرنسا إلى أقصى حد. حتى بعد أن قرر الجزائر سحب سفيره من هناك للتشاور. والله قل لي يا أخي الكريم، هل بالله عليك رأيت يوما في الأيام قائدا لأركان دولة يذهب إلى دولة أخرى ويوضع على رأسه خوذة للحرس الجمهوري؟ هل هذا تكريم أم توسيم أم ماذا؟ هل رأيت في يوم من الأيام دولة يقول رئيسها لدولة أخرى أنتم لا هوية لكم لا تاريخ لكم لا أي شيء ونرفض أن نعتذر لكم على الاستعمار، ومع ذلك تستمر العلاقات بشكل عادي جدا؟ يعني في آخر المطاف هذه أمور مكشوفة معروفة، علاقة فرنسا الإفريقية والطريقة التي تواجدت بها فرنسا في الجزائر، بل وأنه الجزائر في 62 لم يحصل لا استقلال ولا شيء، انفصال. وانفصال يعني بمنطق معين ما يزال مشبوها من الناحية القانونية إلى الآن. فبالتالي هذه معطيات لا يمكن القفز عليها. في العلاقة أيضا بالامتداد الافريقي، يعني على سبيل المثال يعني كيف يمكن ان نفهم انه في نفس التوقيت الذي تختار فيه فرنسا الخروج من مالي يقوم الجزائر بتعديل دستوره والسماح للجيش الجزائري بالعمل بالقيام بعمليات عسكريه خارج الحدود. الا انه هناك صفقه وتفاهم بتسليم مالي للجزائر بعدها مباشره حسب التقديرات. طبعا بعدها مباشرة سيفشل الجيش الجزائري في الذهاب إلى هذه المهمة. نسمع سي جان بيير، وبالتالي ستختلط أوراق المنطقة. إذا عجبك الفيديو ما تنساش دعم ولاد وبنات بلادك، وما تنساش تلينا سبسكرايب لايك كومنتير وتبارطاجي الفيديو مع الناس اللي عزاز عليك. هادشي راه يشجعنا باش نكملو وما نحبسوش. شكرا على المشاهدة.